السلام عليكم أعضاء الجروب المحترمين. بالنسبة للموقع الجديد، الموقع اسمه MKBH. يعني الاسم أنا جبت الرابط اللينك اللي أنا بعته اهون عشان الناس وردت لي استفسارات بيقولوا إن احنا مش عارفين نتعامل مع الموقع. على فكرة هو سهل جدا وبسيط. أول حاجة حضرتك ادخل على اللينك اللي أنا بعته على الجروب اهو. أنا بعته على الجروب الرئيسي، أنا جايب الجروب قدامي بتاع التليجرام اهو. كل اللي عليك إنك هتضغط على الموقع. فتح الموقع معانا اهو زي ما حضراتكم شايفين. طبعا في الاول كده هتلاقي الامور في لخبطه شويه مع العربيات يعني. روح هنا على كلمه بحث مفصل. طبعا هو هنا الموقع حتى بيقول ترجمه الكوريه للعربيه دائما بالنسبه لجوجل. زي انكار ما قلنا قبل كده، اللي عايز يتعامل معاه يفضل يتعامل من خلال الكمبيوتر اسهل. انا عن نفسي بستسهل الكمبيوتر. اقول له بحث مفصل، جاب لي بقى كل البيانات اهي اللي انا عايزها. الاول هتحدد شركه التصنيع. عايز العربية ايه؟ كيا، هيونداي، ساويونج، جنرال موتورز اللي هي شيفروليه. دي الماركات المتاحة على الموقع بتاعي. طبعا في دي اغلب الماركات الرئيسية. خلينا مع المعشوقة بتاعتنا او حبيبتنا زي ما بنقول، هيونداي. تمام. خش بقى اختار الموديلات اللي انت عايزها، الاي 30، الاي 40. طبعا المسميات مختلفة شوية، هتبقى في غلبة شوية على ما توصل للعربية اللي انت عايزها. انا هشرح على نموذج واحد اللي هو الهيونداي الافنتي. افنتي مجرد ضغطت عليه ظهرت له كل موديلات الافنتي. هاخد مثلا افانتا من اللي هو من 13 سنة 2013 اللي هي الجديده الفيس ليفت، من 2013 ل 2015. علمت عليها هو. تمام. بيقول لي تم اختيار 78 عربيه. تمام. إيه طبعا موضح لي هنا العدد العربيات اهو 78 عربيه. تمام. الاول انت بتختار سيارات محليه. في الماركات التانية اللي هي المستورده زي المرسيدس وزي BMW وزي الاودي اللي هي مش تصنيع كوري، هتلاقيها موجوده في الجزء ده. هو دي الماركات بقى اللي غير الماركات الكوريه. الناس اللي كانت بتسال على هوندا او بتسال على ماركات زي اللي هي غير كوري، يعني مش مصنعه كوري، او مثلا في شركات تانية، هلاقيها هنا. دي السياره المحليه. طبعا احنا قلنا هنا اللي هنختار هيونداي. تمام. واخترت الافانتي، افانتا اللي هي الانترا اللي احنا نعرفه اسم الانترا، والموديل من 2013 ل 2015. طبعا تقدر تحدد اكتر من طراز، يعني ممكن مثلا اختار كمان الطراز ده معاه، او ممكن اخلي الطراز بس. لاحظ العدد اللي تحت بيزيد. تمام. وبعد ما اخترت انا بس عشان اسهل البحث معايا. تمام. كده اخترت الهيونداي، عرض لي 78 واحد. هنا بقى اختار السنه. هتلاقي حاجه في الموقع ده معاك ما بيتحركش بالبكره بتاع الماوس بالنسبه للكمبيوتر، او ما بيتحركش بسهوله. انا بحرك اهون بالماوس بتاعي. هختار الموديل اللي انا عايزه. هختار مثلا الموديل 2015 ده مثلا. خلاص قول له ده يفحص. خلاص حددت الموديل اللي انا عايزه 15 اهو. حدد المسافه، مسافه الاميال المعروضه. حدد نطاق السعر، برضو بتختار نطاق السعر مليون وان. طبعا مش هختار هيونداي افانتي 2015 واقول له مليون او 2 مليون، لا، اقل حاجه مثلا 6 7 مليون يعني اشتغل عليه. لو مش عايز تحدد يكون افضل، يعني مثلا هختار 7 مليون مثلا. خلاص واقول له اعمل فحص. طبعا اللي اتعرض لي هنا العدد قل كتير بالنسبه للعربيه. دول الموجودين في نطاق السعر اللي انا محدده. مش عايز تحدد يكون افضل. اختار بقى نوع الوقود. احنا دايما بنختار اللي هو الغازولين اللي هو البنزين. عفوا. ديزل برضه لو انت عايز تختار ديزل، بنزين، غاز المسال. دول المتاحين على الموقع. هنا الالوان بالنسبه للعربيات المتاحه. اللون اللي انت عايزه. طبعا عايز تحدد الوان احدد، مش عايز عادي. هنا بقى المبيعات. في هنا بقى اوبشن العربيه مثلا تصنيف المبيعات، مالك حقيقي الى اخره. دي كلها اعدادات الموقع. دي برضو خيارات الاوبشن بتاع العربيه لو عايز تحدد حاجه معينه. العربيه 5 اشخاص ولا 6 اشخاص ولا على حسب العربيه اللي انت عايزها. طيب هو طبعا بعد الاعدادات البحث اللي عملناها عدل لنا البحث الموجود عنده في النوع ده عربيه واحده. هنفتحها بس ونشوف الموقع اما يفتح العربيه بتبان ازاي، لان انا عاجبني بصراحه فكره الموقع جدا. في العربيه ادي العربيه اللي جات لنا من خلال البحث.
مبدئيا العربية دي 6 مليون و500 وان، سيبك من 10000 دي، 10000 دي يعني مليون. العربية دي 6 مليون و500 وان، طراز 2015. تعال نفتح العربية بقى من الداخل، هتلاقي هنا بقى العربية بتاعتنا. لو فتحنا طبعا هيجي لك ايه بقى؟ هيجي لك فيديو للعربية. هنا الميزة في الموقع ده عجبتني جدا، ان العربية مش جاي لك صور، جاي لك فيديو للعربية. الاول بس قبل ما نشغل الفيديو، عايز ادور على الفحص بتاعها. الفيديو بتاعها ظهر اهون. طبعا ده اعلان، لا بس القي نظره، ده اعلان طبعا، دي المواقع بقى الاعلانات بتاعتها هنا. تمام. دي بقى الحاجات بتاعت السياره، سعرها. تمام. اجمالي التكلفه هنا اهون، هتعرف سعر السياره الاجمالي. هنا بقى موضح لك انها 6 مليون و500 الف ونهائيا. اجمالي رسوم التسجيل والكلام ده، دي الحاجات اللي هي بتاعه العربيه، او اجمالي التكلفه بتاعتها. طبعا الكلام ده كله هنعتمد على التاجر او الاخ اللي في كوريا، انه ايه يشوف لنا العربيه دي برضو بالنسبه للسعر، والاخر السعر كام، اذا كان ممكن يبقى فيها تنزيل شويه او حاجه، يعني على حسب. خلاص كده. دي الفحص بتاعها، وصف البائع. دي كل البيانات الخاصة بالسيارة، تقدر تعرف منها كل البيانات. بيقول لي هنا ان فحص الاداء زيرو، وتاريخ التأمين. طبعا دي الحاجات اللي نازلة مع العربية. اللي يهمني بقى فحص الاداء بتاع العربية. العربية دي واضح جدا زي المواقع التانية هي انها في تغيير في الرفرف. لو ضغطت هنا كده سجل الفحص، بياخد وقت شوية على ما بيظهر. اهو ظهر معايا موديل السيارة ده الفحص الاداء بتاعها، اللي هو من الموقع نفسه. طبعا ده ختم هناك على فكرة، الاحمر ده ختم. لو مش موجود الفحص ده مع العربية يفضل ابعد عنها. الفحص ده بيدينا 70 او 80% ان العربية بتاعتي سليمة. واضح جدا من الفحص اهو انها مغيرة رفرف واحد بس، ده موجود ومتسجل على الموقع. ودي ميزة حلوة قوي في الموقع، انه بيحط الفحص ده معاه. تمام. اتاكد برضو من الفحص ان موجود. لازم يعني لما تختار عربية يفضل تختار فيها الفحص ده. تعالوا بقى نشوف العربيه لما باجي اتفرج عليها، هتفرج عليها ازاي. جميله جدا اللي هم عاملين الفكره دي، لان هي مش صور، لا الفيديو هو نشتغل. KB 차차차가 진단 내역을 책임지는 ممكن 진단 اكبر الصوره 중고차입니다. كمان. 차량 외관부터 인테리어까지 보여드릴게요. 타이어와 휠의 상태가 양호하네요. KB 차차차 진단 중고차는 내외관 상품화가 완료되어 신차처럼 깨끗합니다. طبعا هي اللغه كوري، بس واضح الكلام، واضح هي في كلام على ايه. انا عربيه موديلها هنا 다음은 차량의 2015. 조명과 ده 트렁크 العربيه من 내부를 بره، 살펴볼까요? عن 트렁크 الشكمان 수납 واضح. 공간이 الشنطه 충분합니다. 지금 영상에서처럼 차량 외관 전체가 잘 관리되어 있는 모습을 보실 수 있습니다. شكل المكنه نظيف ما شاء الله، 성능 وش 점검 العربيه 결과 باين. 경미한 단순 수리 이력이 있는 차량입니다. 앞좌석과 옵션들을 من الداخل 보여드릴게요. 주행거리는 연평균 주행거리 عامله 89130، يعني اقل من 100000 كيلو ما شاء الله، وباين حتى كل حاجه يعني. 안전편의 옵션들이 شاشه 포함되어 الاندرويد 있습니다. راكبه. طبعا دي مش شاشتها، دي انواع متركبه، مش اللي هي جايه منها فيه. واحد سنتر لوك كاميرا في 차체 الباب. 자세 제어 장치가 كومود. 있네요. 인포테인먼트 시스템에서 نافيجيشن 내비게이션 GPS. 확인이 가능합니다. 인포테인먼트 시스템에서 후방 카메라 확인이 가능합니다. كاميرا الخلفيه. تكييف. الفتيس الجديد. 하이패스 카드를 넣으면 바로 사용 가능합니다. 뒷좌석과 옵션들을 보여드릴게요. مقاعد الخلفيه.
طبعا هنا ميزه حلوه جدا ان انت هتشوف العربيه فيديو غير ما تشوفها، غير اما تشوفها صور. يعني الفيديو اكيد موضح حاجات كتيره انت ممكن غير اما تشوف الصور اللي كنا بنشوفها على انكار. اعتقد ان الموقع ده برضو ممكن يبقى من المواقع كويسه اللي ممكن نشوف الجماعه ان شاء الله في كوريا يقدروا يوفروا لنا عربيات منه باذن الله للناس. تاني بس هوضح الحته دي، لو انت مش عارف تجيب الفحص بتاع العربيه هو قدامك بالماوس وهو بتحرك، او ممكن من هنا بقول له عرض التشخيص بدا يجيب لي ايه تشخيص العربيه. في عربيات هتلاقي الموقع زي انكار برضو عليها فحص الموقع انكار، وفي عربيات معلهاش فحص الموقع. طبعا سواء انكار او الموقع ده، العربيه لو واخده ختم واخده اعتماد فحص الموقع دي، في الحاله دي بتبقى امن اكتر يعني. بس خلينا هو اللي قدامنا هو طالما معاه تقرير الفحص اللي هو الرسم ده بيبقى مفيش مشكله ان شاء الله تكون العربيه سليمه وتوصل لك بالف سلامه. طبعا هنا بقى بيانات اللي بيبيع، لو حد هيتصل عليه من، طبعا مش هينفع يتصل من مصر يعني، هيكون من كوريا، لان حتى لو اتصلنا مش هنعرف نوصل لحاجه. ودي ظهر بقى طبعا عربيات اهي من نفس الفئه تقريبا برضو نفس يعني قريبه من السعر. كل عربيه زي ما قلنا دي 9 مليون 300، كل عربيه عليها السعر بتاعها، واما تفتح هتلاقي نفس العربيه. انا شايف ان الموقع سهل جدا، اللينك انا بعته على الجروب هحطه برضه اسفل الفيديو على اليوتيوب ان شاء الله، بحيث اللي هنا او هنا يقدر يوصل للموقع بسهوله. اتمنى لكم التوفيق جميعا، وان شاء الله مع بعض باذن الله هنوصل ان كل واحد يجيب عربيته هو اللي يختار بنفسه باقل سعر واعلى جوده ان شاء الله. يكفي ان انت شايف كل حاجه في العربيه بنفسك، ما فيش تاجر هيقدر يقول لك دي بكذا ودي بكذا، لا انت شفت العربيه على الموقع، عارف الفحص بتاعها، في تقرير فحص معاها، انت كده مأمن نفسك مظبوط. بيجي لي شكاوي كتير من الناس والله بالمواضيع دي، ان انا اتفقت ونلاقي العربيه غير العربيه، رقم الشاسيه في الفحص ملعوب فيه. لا، اما بتشتري من هنا احنا امن، والشركات ما شاء الله معانا العموله بتاعتها يمكن عاملين الكلام ده ان هم لهم عموله بس، واحنا لنا العربيه تيجي سليمه ان شاء الله. ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. اشكركم والى اللقاء في فيديوهات اخرى. السلام عليكم.